شهد جناح مؤسسة رسالة السلام العالمية في اليوم الأول من مشاركتها في فعاليات معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي حضورا لافتا وإقبالا كبيرا من الزوار الذين حرصوا على التعرف إلى إصدارات المؤسسة ومضامين رسالتها الفكرية والثقافية. ولاقت كتب المفكر علي الشرفاء الحمادي اهتماما واضحا من رواد الجناح، حيث أبدع عدد كبير من الزوار حرصا على اقتناء مؤلفاته والاطلاع على محتواها، وسط حالة من التفاعل والاهتمام بالأفكار والقضايا التي تطرحها. كما شهد الجناح نقاشات ولقاءات مع الزوار حول مضمون الرسالة الفكرية للمؤسسة وأهدافها في نشر ثقافة السلام والتسامح والحوار، في أجواء عكست اهتمام الجمهور بالمحتوى الفكري والثقافي الذي تقدمه المؤسسة. وتأتي مشاركة مؤسسة رسالة السلام العالمية في معرض اسطنبول الدولي للكتاب العربي ضمن جهودها لتعزيز حضورها الثقافي والتواصل مع القراء والمثقفين والمهتمين بالشأن الفكري، وفتح مساحات جديدة للحوار حول قضايا السلام والتعايش الإنساني. وينتظر أن تتواصل فعاليات جناح المؤسسة طوال أيام المعرض، مع استمرار عرض إصداراتها وإتاحة الفرصة للزوار للتعرف عن قرب إلى مشروعها الفكري والثقافي. يترأس الوفد مجدي طنطاوي المدير العام للمؤسسة، ويضم الوفد عاطف زايد رئيس الهيئة الاستشاري، وسامة إبراهيم الأمين العام المؤسس، وهشام النجار عضو مجلس أمناء المؤسسة، ودكتور أحمد الشريف المستشار العام للمؤسسة، ودكتور سامح عباس رئيس رحلة تركيا وعضو المؤسسة، ومحمد الشنتناوي أمين سر المؤسسة، وخالد العوامي نائب رئيس المؤسسة لشؤون الصحافة والإعلام.